رفضه لممارسات التي تمت في مذبحة الأمس لشباب الألتراس، ونعلن ده تأكيد لمطالبنا اللي طالبنا فيها من بداية ثورة يناير بإعادة هيكلة الداخلية وإعادة الانضباط والكفاءة للداخلية، ولا بد من إعادة هيكلة الداخلية ولا بد من إقالة وزير الداخلية، ونحمل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية السياسية عما حدث. ونتمنى أن لا يتكرر مرة أخرى. كل مرة بيتقتل شبابنا نتيجة ان الداخلية ما فيش كفاءة في الداخلية وما بتعرفش كيفية فض المظاهرات او كيفية فض الشغب او كيفية التعامل مع الجماهير المحتشدة. لابد من اعادة تأهيل الداخلية واعادة بنائها مرة اخرى. احنا لا نطمئن لإدارة وزارة الداخلية لمكافحة الإرهاب إذا كان في هذا الضعف الشديد في المهنية، وأيضا صدامها مع المواطنين والعنف اللي في الغالب بتستعمله من البداية بدون أي تدرج قانوني. ده بيصف في مصلحة الإرهاب وما بيحميش الدولة. أنا أعتقد أن أداء وزارة الداخلية أصبح بالإدارة الحالية بيشكل مخاطر على الشعب المصري وعلى الوطن وعلى الدولة المصرية. رئيس الجمهورية مسؤول مسؤولية سياسية. احنا ما انتخبناش وزير الداخلية ولا الحكومة. الشعب المصري انتخب رئيس الجمهورية بصلاحياته فضلا عن صلاحياته التشريعية. سيل الدماء الذي يجري في مصر على الرئيس أن يتدخل فورا في أداء الداخلية عشان ليوقف سيل هذا الدماء. الدم المصري ده رئيس الجمهورية مسؤول عن حقنه بما لديه من صلاحيات، وهذه مسؤوليته السياسية. واحنا كلامنا واضح، لن نقبل مزيد من إراقة الدم المصريين أيا كان المصريين. والداخلية مش مهمتها أنها تموت الناس، الداخلية مهمتها أن تحفظ حياة الناس. وبعدين دم بيسيل في الدفاع الجوي، وامبارح زرع بيتقلع في مدينة السادات. لا الفلاحين اللي هو رئيس الوزراء وعدني انه يجمعوا محصولهم خلال الشهر الجاي لحد شهر 6 وبعدين يمشوا من الارض، رايحين بيعتدوا على الشجر وبيهدروا حياة البشر. طب دي ايه اي كفاءة؟ وازاي نطمئن الدولة بتدار بهذه الطريقة انها تقدر تعبر عن رغبتنا كمصريين في ان نقضي على الارهاب اللي هو ضد الدولة وضد الشعب وضد الثورة، واحنا بندعو الاصطفاف بينما بيشققوه. بندعو الوحدة وطنية ورضا الناس عن حكومة تواجه الارهاب، فالناس لا ترضى نتيجة هذه الممارسات.